السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة وزيدوا النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هوريكم آخر مرحلة وصلنا لها يعني في البيت، والحمد لله والشكر لله. لسه الناس ما زالت بتشتغل يعني ان شاء الله يومين كده باذن الله تعالى، وهيوقفوا الشغل عشان خاطر اجازه العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله، ونعاد عليكم بالخير جميعا ان شاء الله يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. لا تنسوا صديقتي واختي في الله ام مريم، تترحموا عليها، الله يرحمها يا رب ويحسن اليها ويجعل مسواها الجنه يا رب. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، واسكنها فسيح جناتك ان شاء الله شهيده باذن الله تعالى يا رب. لا تنسوها من الدعوات، الله يجزيكم خير يا رب ويكتب اجركم ان شاء الله باذن الله تعالى. ثواني اوريكم هم عملوا ايه كده. هو لا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا كده، هو ده بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ادي المدخل اهو زي ما انتم شايفين كده، هو دي الحيطة اللي قدام الشقة وده المدخل كله على بعض اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا ازاي ظهر يا جماعة، بصوا ازاي بقى ايه. بصوا بعد ما اتعمل سيراميك بصراحة بسم الله ما شاء الله. لسه طبعا هتكمل الحتة دي، السقف طبعا اتمحر. يعني انا قلت له حاول بقدر الامكان تخلص المدخل والمنظر ده، عشان هم ايه كل الضغط عليهم قبل العيد وكده، عشان يخشوا ويطلعوا فيهم يعني ويناموا كده بس. والشقه برضه حاجتها جاهزه كلها، وهيشتغلوا ان شاء الله باذن الله، يكملوا شغل فيها باذن الله تعالى. فزي ما انتم شايفين كده هالمدخل اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون الفاتح عامل ازاي يا جماعه. بصوا ظهر ازاي عامل زي الرخام كده، هو اللون يا رب يكون واضح. بصوا مدي لمعة جميلة جدا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الف حمد وشكر ليك يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يسعدهم يا رب، الله يسعدهم يا رب. هنا مكان السخان، وصلة السخان هنا هو، وهنا دي الشفاط بتاع الحمام زي ما قلت لكم، وهنا حوض للتشطيف يعني. تمام، لسه هيكمل مكان السيراميك وكده. في يعني اخوات بيسالوني ان هم عاوزين جوله في البيت عشان مش عارفين ملامح البيت، واخر كومنت جاني برضو عملنا جوله يا مؤمنه ببيت ابوك من اول للاخر، عشان خاطر نعرف تقسيمه البيت عامله ازاي. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هعمل لكم جوله ان شاء الله. بصوا المنظر عامله ازاي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بصوا بعد ما خلصت عامله ازاي، تحفه والله. اللهم صل على النبي يا رب، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا السيراميك عامله ازاي يا جماعه. بصوا كده اللمعه بتاعت السيراميك عامله ازاي. لونها فاتح هي، ومديها على ترخيمه كده مموجه بسيط، مديها درجه البني الغامقه هي، شايفين. طبعا لسه بدري على موضوع الكنيس والتوضيب وكده، لان الناس طبعا ما زالت شغاله. انا صدقت ما طلعوا دلوقتي، والله العظيم صدقت ما طلعوا كده، وقلت ايه بسرعه كده اصور لكم فيديو عشان الحق اروح واشوف حالي واشوف بيتي. بصوا هنا هو عامله ازاي العتبه دي. العتبه طبعا عاليه خالص عن الارضيه بتاعت البيت، ففي مسافه هنا، فزي ايه زي خدوه يعني. اول ما حطوا السيراميك والردمه وكده عليت شويه. تمام، زي ما انتم شايفين. عامله ايه يا حاجه؟ كويسه الحمد لله، الله يخليك يا حاجه، تسلمي. الحمد لله، الله يبارك لك. بصوا كده السيراميكا هي بتاعت الارضيه ما شاء الله تبارك الله.
لسه باقي السيراميك كله هو لسه متركبش، وهالرملة هي الحاجة بتاعتهم هي، والبرميل والدنيا والعدة بتاعتهم لسه يعني. فإن شاء الله يا جماعة بإذن الله والله هاخد لكم جولة، مش هقصر معاكم أبدا. وألف شكر والله، مليون شكر لكم قلال على الكومنتات اللي بتكتبوها والكلام الحلو. روحوا يا رب، الله يجبر بخاطركم يا رب، يرضى عليكم ويرضيكم ويديكم إن شاء الله بإذن الله، والصحة على جميع خلقه بإذن الله. ربنا يا رب يوسعها على العباد كلها إن شاء الله بإذن الله، وما يحوش حد أبدا يا رب. هالمدخل زي ما انتم شايفين، طبعا هو متمحر عشان خاطر ياخد سكينة معجون ويتبيض بعد كده إن شاء الله. في لفتات كده مهمة زي الباب بتاع العداد ده، هو حبيت اشتري واحد عشان الأولاني مصدي شوية، بس قالوا ده عايزين إشارة من الكهرباء، شركة الكهرباء، وطلب وقصة كبيرة يعني. فأنا كنت حابة أجيب يعني بنفس لون السيراميك عشان ما يبقاش حاجة مصدية وسط السيراميك، تبقى منظرها مش حلو يعني. فراح اتفقت أنا وأخويا إن هو يعملها تفهيمة، الغطا القديم ينظفوه يغسلوه ويعملوا تفهيمة ويحطوه كده هو، بحيث يليق مع منظر السيراميك وكده. يكونوا شايفين تبارك الله السيراميك ازاي بيلمع وجميل، مينفعش فيه وسطيه كده حاجة مصدية تبقى منظرها مش بائز يعني، مش حلوة، مش مستحبة. بس وهنا دي الشراعة بتاعت البيت اهي، بعد ما اتعملت سيراميك الفتحة التهوية. برضو فكرت ممكن يعني، انا باخد رأيكم، ممكن تعمل سلك مثلا عشان ما فيش فار يدخل، برص لا قدر الله اي حاجة وحشة تدخل مثلا. فكرت يعني اعملها سلك مثلا، حاجة زي كده. وادي الباب اهو برضو ان شاء الله في الاخر بتنضف ان شاء الله. بس هو سيراميك للسقف عشان ده دور ارضي ممكن يعمل رطوبة. بص الحيطة كده دي اللي قدام الشقة، دي الحيطة اللي قدام الشقة، بصوا عملنا فيها ايه، سيراميك هنور فيها خالص واداها منظر حلو قوي. وهذه الحيطة اللي طالعة على السلم دي بس يا دوبك هيكملوها. الحيطة اللي طالعة على السلم دي اللي قدام الشقة اللي هي خاصة بشقة العريس برضو، استنى اوريها لكم، هي دي برضو هيكملوها ان شاء الله. هي كده برضو. بصراحة السيراميك حلو يعني، ونظافة. وغير كده هو يمنع الرطوبة ويمنع أي حاجة، لا تبيض ولا بعد البيض تعوزي تغسلي، العيال تطبع بإيديها تعوزي تبيض تاني وتكلفة تاني. فبصراحة السيراميك ده طلع موضة، الناس بتعمل للسقف يعني بقى دلوقتي. سمعت ناس كتير تقول لك السيراميك طلع موضة وبيتعمل للسقف، اللي هي نظافة للمكان عشان العيال ما تطبعش بيدها. سواء أنا أوريكم السماد. بسم الله الرحمن الرحيم. المطبخ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص المطبخ هو يعني حب اللون الرمادي ده، فأنا قلت له كتر من الفاتح. هم جابوه كده تقريبا هو اللون بص البرص عامل ازاي، البرص ده على طول برص هنا، هو مش عارفة بيجينا منين بصراحة، عشان الدور الأرض دايما فيه البرص وكده. ثواني مهند، ثواني بعمل فيديو، مش عارفة مالها الشاشة. بصوا كده على المطبخ يا جماعة، الفتحة اللي عاملها هي في المطبخ زي مطبخ أمريكا كده، هو على الصالة زي منظر عند أخوه يعني ماشي. وادي منظر المطبخ والسيراميك يعني. طالعة دلوقتي الموضة المطابخ بتبقاش فيها الفناجين والقصص دي كلها، بتبقى سادة خالص. طالع الموضة المطبخ بيبقى سادة، بس هو حابب شكل الفنجان وكده، قلت خلاص طالما حبيبها خلاص زي بعضه اللي عايزه نعملوه. بصوا كده. بس انا بصراحة مضايقاني الحتة اللي فوق دي، مش عارفة ايه دي، حتة المنور دي وحاجة تاني في الحمام مضايقاني. اوعى كده يا مهند، يا رب يسر كل امر عسير يا رب يا رب يا رب. بس في سلم هنا مش عارف اعدي. هذا الحمامة لسه باقي الارضية، وعملوا السطح بتاع الحمام هو السقف. ادي الحتة دي اللي مضايقاني، مش عارفة ايه حلها بصراحة، عاملة لي حالة نفسية دي، شكلها حتى مش ولا بد.
كل ده هيكملوه سيراميك اللي ورا الماسورة. الماسورة ممكن تدهن كده نظافة يعني، بس الحتة اللي فوق دي انا مش عارفة ايه حلها. بصوا كده السيراميك بتاع الحمام، الحتة اللي فوق دي قولوا لي ايه حلها. دي منفس البيت تتقفل ازاي؟ دي فيها ماسورة كبيرة، مش عارفة بصراحة. الواحد ساعات كده حاجات تحير يعني. وهم بعد ما يخلصوا ان شاء الله الحتة اللي بره، عشان طبعا زي ما قلت لكم دخلة البيت رايحين جايين على الرجلين على الارضية وكده، فلازم ينتهوا منها عشان خاطر باذن الله تعالى ايه يدخل على شقة العريس يكمل السيراميك بتاعه كله. بس كده، يا رب الجولة تكون عجبتكم، ويكون اللي وصلنا له ده عجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. وبشكركم خالص والله العظيم على وقفتكم ودعمكم، والله العظيم يا ربنا يشهد انا بحبكم جدا في الله، وبحب كل الناس، والله العظيم بحب كل الناس، وبتمنى الخير لكل المسلمين، لانكم انتوا كلكم كمسلمين اخواتي في الله، كلكم اخواتي. يا رب يديكم الخير جميعا باذن الله تعالى، ويكرمكم جميعا ان شاء الله، ووسع عليكم ما يحوج حد ابدا يا رب، ويستر بيوت المسلمين، ويجعل بيوت المسلمين كلها عمار يا رب، أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا باذن الله. بس واشكركم خالص والله على الكلام الحلو بتكتبوه الكومنتات. الله يكتب اجركم يا رب ويبارك لكم ويرضيكم. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والله يرحم صديقتنا يا رب ويحسن اليها ويجعل مسواها الجنه. عمري ما انسى ابدا والله العظيم. استودعكم الله.